السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على انواع الحنة. معايا الحنة الجليشة دي بانواعها الوانها، معايا الاخضر والبني الاحمر، وهنشوف الحنة الصح. كلها حنة بلدي من الاخر، هي حنة بلدي وعليها لون، لان احنا لما جربنا الحنة دي يعني الحنة كيكو دي كانت افضل انواع الحنة. بتقعد معاكي من 10 ل15 يوم، وعلى حسب الجلد. يعني لو في جلد بيستحمل من 10 15 يوم، وفي 10 ايام، في اسبوع، وفي يعني ايه ممكن 5 ايام 3 ايام، ده على حسب كمان نوع الجلد. يعني كنا بنستغرب لما حد يجي يقول الحنه ما قعدتش 3 ايام او 4 ايام. بس في الاول وفي الاخر يا جماعه هي حنه مش وشم. يعني هي لو وشم هتقعد معاكي العمر كله، وانت طبعا عارفه الكلام ده كويس جدا. دي حنه يعني يومين 3 وهتروح، وفي الاول وفي الاخر هي حنه اصلا بلدي ومحطوط عليها لون. لكن علشان تثبت معاكي الحنه وتكون حنه يعني حتى طبيعيه، هي مش هتكون طبيعيه معاكي. يعني انا هقولك على حاجه، الناس يعني الواحد بيستحرم ان يحطها. يعني لو هتثبت معاكي الحنه ممكن تقعد من اسبوعين ل3 لشهر. يعني شوفي لدرجه ايه ممكن تقعد معاكي لشهر. ان انت تستخدمي الميسو. الميسو ده الاصلي اللي هي زيت المحلبيه. زيت المحلبيه اللي هو عليه رسمه الجمل ده، الزيت ده عندي تقريبا يمكن من سنه فاتت وانا ما بستخدموش، لان عرفت ان اضراره رهيبه جدا. هما بيحطوا على الحنه البلدي، بيبقى كيلو معاهم حنه بلدي بيحطوا عليها مثلا الازازه دي كامله، وده حرام جدا يا جماعه، ولازم ان احنا نخلي بالنا من الموضوع ده. دي بتعمل ايه بقى؟ انا هقول لك. يعني مثلا انت رسمتي هنا الرسمه، الحن الميه دي بتمشي في الاورده، واذا مشت في الاورده دي ممكن تموت اللي مرسوم لها الحنه. يعني ومن الحنه ما قتل. يعني ابحثي ان على الميسو ده، شوفي بيتحط ازاي في الحنه، وشوفي كمان هو قد ايه خطر. يعني بتوع اسوان والسودان اللي هم اصلا متخصصين رسم حنه ما بيستخدموش غير الميسو دي. لونين، هي لونين، اللون الفاتح ده واللون الغامق شويه اللي بيعمل لون الاحمر. فهما بيحطوا الدرجتين على كيلو الحنه البلدي، وهي دي بتثبت الحنه معاكي، وبتبقى بتقعد فتره اطول بكتير بكتير بكتير. ادي اول حاجه اتكلمنا عليها، وخطر جدا جدا جدا، ولازم نخلي بالنا يا جماعه. وحرام اللي بتحطها، والله العظيم احنا بنستحرمها. فبعد اذنكم يعني لو هتستخدموا حنه حرام. انا شفت بنوته والله رسمه يعني على ايديها هنا عصفورتين، الحقيقه العصافير بارزه، يعني بارزه بره ايديها. فاكيد انت حاطه زيت محلبيه، فلا يعني حرام حرام احنا نخلي بالنا على اولادنا وعلى نفسنا. ادي اول حاجه غلط اتكلمنا عليها، وهي دي الحاجه الوحيده المضره في الفيديو ده. هنبتدي نتكلم على الحنه الجليشه. الحنه الجليشه هم يعني في يقول لك اصلي ومضروب ومش عارفه ايه. بصوا يا جماعه احنا ما حبيناش الموضوع ده خالص، لان هي ما بتقعدش اكتر من 3 ايام. يعني الحنه الجليشه دي، يعني احنا حبينا الحنه دي اكتر، اللي هي في القرطاس دي اكتر بكتير من الحنه دي. يعني دي ما يعني هي 3 ايام، اقل من 3 ايام ما بتقعدش. يعني يمكن اللون الاحمر شويه يعني كويس يقعد معاكي مثلا اسبوع او حاجه، لكن لا احنا حبينا اللي في القرطاس دي افضل بكتير بكتير بكتير. انا اسفه التصوير بس تمام. ادي حنه القراطيس اتكلمنا عليها. لكن القرطاس ده بمجرد ما تفتحيه، عايزه اقول لك بقى حاجه مهمه جدا. يعني القرطاس ده بمجرد ما هتفتحيه اول نص ساعه اول ساعه هياخد معاكي شغل عال قوي قوي قوي، والرسمه هتثبت معاكي يعني ايه اسبوع 10 ايام حاجه كده يعني. لكن لو قعد بعد نص ساعه او ساعه مفتوح، هو ليه هنا قرطاس كده بيبقى له مسك هنا زي دول كده، يعني زي القفلات دي بيبقى له قرطاس كده اهو مثلا. يعني هو موجود بس انا مش عارفه دلوقتي، لان هو ده اصلا مقفول يعني. ودول خلاص يعني انا ما استعنيتهمش ان انا اشتغل بيهم، لانه خلاص هي نص ساعه ساعه في الاول وخلاص. بمجرد ما القرطاس بيقعد معاكي شويه بتيجي ترسمي بيها، خلاص مش هتقعد معاكي 3 ايام 4 ايام. فالناس بتزعل ومش مستوعبه ان انت شغاله بايه، مش مستوعبين ان انت شغاله بحنه مش بوشم. ماشي.
معانا حنة جمانة جميلة جدا جدا في الشغل. حنة جمانة للضوافر، بتستخدميها برضو للرسم والحواجب، وبتستخدمي برضو مكتوب عليها الاصلي اهي بارزة. بتستخدميها برضو بتدربيها. ما بتحطيش برضو عليها اكسجين كتير، لان الاكسجين غلط 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 على الجلد، يعني ما تكتريش. يعني لو حطيتي غطا حنة بتحطي عليه نص مثلا، نص غطا اكسجين. تمام. دي حاجة كمان كلمتك عنها. الحنة دي مفيدة جدا، حلوة يعني، بس ما تكتريش الاكسجين عشان حرام. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي خطر جدا، الميسو اللي هو زيت المحلبية. دي تاني حاجة فيها انك ما تكتريش الاكسجين. الناس هتزعل علشان الحاجة ما تثبتش، لان الاكسجين هو اللي هيتقل الشغل وهو اللي قعده معاكي. والناس مش فاهمة ان ده غلط. الناس مش مستوعبه ان ده غلط. الناس ملهاش دعوه، هي عايزه الحين تثبت معاه وخلاص. طب انا ضرك يعني، انا ضرك يعني. دي اكتر نوع اشتغلنا فيها الحنه كيكو دي، لكن هي اتغشت. يعني هي كانت تقعد برضو اسبوع 10 ايام، لكن هي برضو خلاص يعني اتغشت. اولا الحنه اللي مرسومه دي ده 5 يوم لها. ماشي. انا هنا بحاول اني اوريكي الحنه وهي لسه مرسومه، يعني علشان تشوفي ان هي اول ما اترسمت كانت تقيله. يعني هي اول ما اترسمت كانت تقيله، وبعد 5 ايام خفت كده زي ما حضرتك كده شايفه. بعد 5 ايام خفت شويه. انا ليه الفيديو ده صريح جدا يا جماعه ولازم نستوعبه شويه. معلش الناس اللي بترسم الحنه ممكن تزعل مني، بس انا بحاول ان انا اوضح لك كده. انت بس كل اللي عليكي علشان تخلي بالك من نفسك ومن اللي بترسم لك الحنه، انك ممكن تقولي لها، ما انت مش هتقولي لها طبعا انت بترسمي بحنه ايه او وريني حنتك او كده. انت بس تقولي لها ارسمي لي خط صغير كده علشان اشوف اذا عندي حساسيه او لا. فهتشوفي اذا في احمرار او حرقان او هرش او حاجه من دي كده يعني. لا ما ترسميش بقى بنوع الحنه ده، ممكن تجربي نوع حنه تاني. ممكن تكون هي حاطه الميسو اللي انا كلمتك عنها، اللي هي الاخطر حاجه في الحنه او اخطر حاجه بتتحط في خلطه الحنه. وتكون هي عامله لك حنه بلدي خلط، فحطلك فيها الميسو اللي هو زيت المحلبيه. وممكن تكون مكتره الاكسجين زي ما قلت لك. لو غطا بودر هتحطي عليه نص غطا اكسجين او اقل كمان. فالفيديو ده توضيح يا جماعه علشان اعرفكم يعني ايه رسم حنه، وتخلي بالك مش يلا حاجه تفرحك وخلاص. ممكن الناس تزعل مني، بس الفيديو ده صريح جدا. وانا بس هنا بوريكي الرسمه قد ايه تقيله وشكلها واضح وصريح وجميله. هي خفت بس شويه، وزي ما قلت لك ان هي قعدت 5 ايام، وممكن كمان تقعد يومين 3 على حسب كمان نوع الجلد. هي بتطول معايا على حسب يعني. ما تفرحيش انك تتقلي الحنه وتلطعيها فوق بعضها علشان ان هي تطول معاكي. ما هي مش هتطول برضه، اصل هي حنه مش وشم. الوشم طبعا حرام، واحنا بنرسم حنه بس كتفاريح كده نفرح بيها، شكلها جميل في مناسبه في فرح. يعني انا بحاول اني اوضح لك علشان ما غشكيش يعني. ماشي. ده 5 يوم. انا مش بغشك، انا بتكلم بمنتهى الصراحه. يعني دي اهي، دي اهي كده، دي 5 يوم لها معايا. ممكن ما تقعدش على ناس 3 ايام، ممكن ما تقعدش، تقعد اسبوع. هي دي ممكن كمان تقعد يعني قولي كبرها 3 ايام. ماشي. في النهايه انا لما قشرتها اكتشفت ان هي كمان حنه برضو بلدي لونها احمر ومحطوط عليها لون صبغه. دي عشان تقيله انا حاولت ان ما عملنا دي جربت كده ان انا اعمل المربعات دي كده. انا هنا بوريكي الحنه وانا عاملاها مربعات خفيفه مش تقيله. اللي انا عاملاها على ايدي التانية دي مربعات تقيله، لان واحده احنا كنا رسمين لها ريشه، شكل ريش كده في منتهى الشياكه والجمال. كان اصلا شغل عروسه، ولما رسمنا لها طلعت شيك جدا. بس هي حست ان هي خفت، قالت ايه عيدي عليها كمان خطوط علشان تقعد كتير. لا يا حبيبتي، مش شرط ان انت تعيدي عليها خطوط تقيله يبقى شكلها بشع. احنا رسمنا لك رسمه رقيقه وخفيفه. دي اهي المربعات على شكل اخف. شايفه شكلها رقيق ازاي؟ احسن من التقيله بكتير. ده اتقلها عشان اشوف هي تقعد برضو قد ايه. لكن الشكل غبي، مش حلو خالص خالص خالص. يعني بلاش رسومات الوحشه قوي اللي هي التقيله دي. التقيله دي هتعيش معاكي لكن مش هتطلع كرسمه. يعني انت شوفي الرسمه منظمه منسقه اهي. تمام. دي الرسمه.
انما دول انا تقلت عليهم علشان اثبت للناس او لنفسي ان يا جماعه الرسمه التقيله شكلها غبي، يعني لازم تبقي عامله الرسمه كده خفيفه تبقى واضحه اهي، يعني شكلها يكون ظريف ورقيق في نفس الوقت. اما لما انك تتقلي الرسمه كده بقى شكلها وحش، فليه بقى ترسمي رسمه شكلها يكون وحش؟ فاحنا هنا اتكلمنا في فوائد واضرار الحنه، وان هي ازاي تقعد معاكي فتره اطول، واللي في النوع ده كمان عامل زي نعناع كده، الجليشه اللي هي الاقمعه او القراطيس. انما القراطيس اللي هي المتعبيه دي افيد بكتير بكتير، بس انك تفتحي القرطاس تخلصيه على طول تمام. وطبعا هتحطي له القرطاس اللي ورا ده، تغطيه وحطيها في التلاجة، معلش يمكن ايه تستخدميها مرة تانية فهتطلع معاكي تطلع معاكي نتيجة كويسة. كنت حابة اني ارسم برضو نبض كده اوريكم، يعني ان لما هتقل بس هي خلصت، لان دي اكتر نوع كنا بنستخدمها وبنحبها، كانت بتقعد من اسبوع ل10 ايام، بس هي تقريبا اتغشت ما عادتش بتقعد برضو ما بتكملش الاسبوع. لكن ده كان افضل نوع بالنسبه لنا، هو والجليشه الاقماع او القراطيس دي. لكن دول ما تقوليش اصلي ومش اصلي، ما لقيناش منهم اصلي، كلهم زي قلتهم. ومعاكي الحنه دي، ولو حابه تستخدمي الحنه البلدي طبعا الجليشه دي برضو بالواناتها كلها، هم مدين لنا ايه السماح او فرص ان احنا نستخدم من دي او من دي زي ما احنا حابين. وطبعا مش عارفه اقول ايه، يعني خلوا بالكم الحنه مش علشان هي منظر او زواق او كده نضيع نفسنا، الحنه فيها اضرار. معلش يعني رفهي عن نفسك برسمه حنه شيك ورقيق او جميله. لو مش هتقعد معاكي اسبوع ما فيش مشكله، ادي انت يعني اهو يعني انبسطتي انك عملتي رسمه او عملتي تغيير، يعني مجرد تغيير. يعني شوفي البشاعه، ان انا شوفي الرسمه التقيله عامله ازاي غبيه. فمعلش مش هتقعد معاكي كتير، اسبوع 10 ايام، وعلى حسب نوع الجلد ممكن تقعد 15 يوم والله، يعني على حسب نوع الجلد. انا بتقعد معايا بصراحه فتره طويله، دي خامه تقعد كمان قولي 3 أو 4 ايام كمان، يعني لسه زي يعني هي لونها بهت بس شويه. بس عايزه اقولك ما تفرحيش بالحنه اللي هتطول معاكي. الميسيو دي لما بتتحط على الحنه البلدي وبتقدري تعملي منها القراطيس، هنا مثلا تعملي هنا القراطيس، بتعملي حنه البلدي، تقدري تعمليها بالقرنفل، تقدري تعمليها باي خليط انت حباه. لازم تتحرري وتعرفي انت بتحطي ايه على جلدك علشان ما تدمريش نفسك، لان الميسيو ده زي ما قلت لك بيمشي في الاورده، وهو خطر جدا جدا جدا، وممكن ايه يدمر الاورده او يقتل على طول. فخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. وطبعا اتكلمنا على الحنه جمانه او اي نوع حنه اللي هي البلدي حتى. تقدري كمان، انا هنا حاطه مفضيه هنا اللي هي الحبه السوداء في خله او معلقه كده على الشويه اللي انت هتخلطيهم علشان تطول، يعني تغمق اللون اكتر، مش حته تطول، بتغمق اللون معاكي اكتر وبتطلعه تقيل. طبعا الفيديو ده توضيحي مش تخويف يعني ولا حاجة، انا بس بعرفك انت ازاي تخلي بالك ان الناس اللي بتحط الميسو ده اللي هي زيت المحلبية حرام عليهم جدا والله، واللي بيكتروا الاكسجين علشان يتقلوا الرسمة او يغيبوها، يعني ده حرام وده ظلم، وفي الاخر هي حاجة ترفيه كده يعني بتفرحي بيها وخلاص. بس انت جربي على ايدك خط، لو حسست على ايدك او احمرت فبلاش. شوفي ده نبض بسيط جدا، انا بس بوريكي اللي كانت تحت مصفرة زي السنية بلدي. شكرا، مع السلامة.